تحس روحك موخر في الدنيا وما تعرف شنو تعمل، حاطط اكسبكتيشنز على روحك نتاع بعد 10 سنين حنولي غني ومسكل وناجح، اما ما عندكش الجولز الواضحين وما عندكش البلانز وما عندكش كثنية قاعد تمشي فيها. هذا انا شنو حسيت عامل تالي، حاطط اكسبكتيشنز كبار على روحي اما مانيش قاعد نعمل في الحاجات اللي باش توصلني ليهم وما نعرفش اصلا شنو نعمل. والحمد لله جاني انا الشعور هذا، خاطر اغلب العباد ما يجيهمش. انت كان جاك راك مزهر، اغلب العباد ما يجيهمش خاطر ما يحطوش اكسبكتيشنز كبار على رواحهم، دونك ما يجيهمش ستريس وما يحسوش لازمهم يعملوا حاجه ويقعدوا يعيشوا حياه ميديوكر وعاديه. عاد انا كيف جاني الشعور هذا وليت متغشش ومزروب نتاع اي هاني يلقى لنا حاجه، اعمل حاجه تحرك وهيك هو الحل للمشكله، تحرك. خاطر اغلب العباد ماشي بالهم الناس الناجحين قاموا كالصباح قالوا لي نعمل هذه وهذه وهذه وننجح وهيك صار. واليوم انا غادي من غلط، والفيرجن الصحيحه نتاع الحكايه هي انك ماك تعمل في شيء وتحس روحك لازمك تعمل حاجه اما ما تعرفش تعمل، بعد تبدا تتحرك وتجرب في حاجات جدد، تجرب حاجه كتخدم عليها شويه وتنجح تتعلم منها سكيل جديده، بعدك حاجه تضيع فيها 5 شهور من حياتك في الاخر تفشل، اما شنو تعلمت اللي لو هيك هو مش الحل، تعلمتك سكيل جديده، بعد هيك تقعد هيك خلابيزه بلابيزه، حاجات تنجح حاجات لا، حاجات هيك ما تستفيد منهم شيء، بعد الخلابيزه هيك تجيك حاجه وتصدف وتحس هيك هذه كانت تكمل فيها باش توصل اللي تحب عليه. اما شنو الحل كان لازم يجيك بعد الخلابيزه والبلابيزه، خاطر كان جاك قبلها راك ما عندكش السكيلز والصفات اللي باش يخليوك تنجح فيه وتلقاه من اصل، معناها كنت تحس في روحك ضايع وما عندكش دايركشن وما تعرفش شنو تعمل. اعمل حاجه، خاطر انت كيما الانسان اللي ضايع في غابه قدامه برشا ثنين نجم يخرج منهم وقاعد في بلاصته ما يحبش يتحرك خاطر ما يعرفش انها ثنيه صحيحه. بالطبيعه كان ما مشيت في حتى ثنيه ماكش باش تعرف انها ثنيه اللي تخرج، خاطر ما مشيت في حتى واحده، لازم تمشي في الاولى تطلع ما تخرجش، تمشي في الثانيه تطلع ما تخرجش، تمشي في الثالثه الرابعه الخامسه لين تجيك الثنيه اللي تخرج. اما كان باش تقعد في بلاصتك وما تمشي في حتى ثنيه ماكش باش تخرج منها الغابه. دونك كانك حتى وتو ما جربت حتى ثنيه، حاول جرب اي حاجه تجي لمخك برا جربها. احسب روحك تلعب في فيديو جيم، انت تبدا تلعب مش اي بلاصه في اللعبه تمشي لها خاطر تعرف اللي 100% البلاصه هيك فيها الحاجه اللي تحب عليها، ساعات تبدا تمشي just to unlock the map. اعمل هكاك انت برا جرب برشا بلايص just to unlock the map، ومن بعد كيما تعمل في ماينكرافت اعمل في حياتك. بعد ما تانلوكي الماب شوف انا هي البلاصه اللي تعجبك وبتحب تعمل فيها البيس نتاعك. وهاي النصيحه هذه خارج الموضوع، شفت لما تبدا كواحد في حياتك ومتعرفش شنو الديسيونز اللي تعملها، احسب روحك تلعب في فيديو جيم وقول انا كان جيت نلعب شنو نعمل، على الاغلب معناتها 90% راهو جوابك صحيح. دونك هذا كانك ما جربت شيء، انت كان ما جربت شيء اي حاجه تجي لمخك اعملها. كانك انت تو قاعد تجرب في حاجه وتحس في روحك تجري على تابيل معناتها تعمل في برشا يفور وما قاعد توصل حتى بلاصه، فكر روحك راهي حاجه عاديه على الاخر، نورمال على الاخر، خاطر مازلت قاعد تانلوكي في الماب ماكش تعمل في ميسيون، جوست قاعد تشوف في الماب كو، وباش تحس في روحك تعمل في حاجات زايده ومنهم حتى فايده. اما راهي ماهيش حاجات زايده، خاطر 99 من الحاجات تعمل فيهم باش يبانوا لك زايدين الى ان توصل ل1% اللي هي دوفوار الباك اللي قاعد تخدم عليه ملي عمرك 6 سنين، والا هيك الورك اوت نمبر 300 اللي تخدم عليه عندك 7 شهور باش بعد وصلت له ولا عندك ذا بيرفكت فيزيك، ولا بروجكت 50 اللي تخدم عليه ملي عمرك 20 سنه وكي وصلت له ولي تغني. معناتها باش تقعد هكا 99% من الحاجات يبانوا لك زايدين الى ان توصل ل1% اللي تبدل لك حياتك. وقتها باش تستوعب اللي هيك 99% الحاجات اللي ما منهم حتى فايده هما اللي وصلوك لل1% اللي بدلت لك حياتك، معناتها ما منهمش حتى فايده منهم فايده. وماذا بيك زاد ما تكونش قاسي ياسر على روحك، خاطر كانك تعمل في الجود هابتس معناتها تترينا كونسيستنتلي، تقرا في كتب كيفيتوك في حياتك، تتفرج في فيديوهات كيما هو عمل لي سبسكرايب، راك على الاغلب فيه 90% من العباد اللي في عمرك. وصحيح باش تكون فخور بروحك وراضي على روحك الا ما توصل ل 1%، وحتى انا هكاك. اما خذ كلحظه كون فيها فخور بروحك وجريتفول على الحاجات اللي عملتهم من اللي انت صغير، خاطر اغلب العباد الحاجات هذو ما يعملوهم الا ما يفيقوا معناتها يعمل الحاجات هذو الا في العشرينات. كانك استفدت من الفيديو اعمل سبسكرايب، وكانك تحب البلانينج جايد اللي انا استعملته باش بدلت حياتي شوف الفيديو هذا. كانت حاب تاخذ 1 on 1 كوتشنج معايا ونوريك كيفاش تلقى الدايركشن نتاعك في الحياه، كيفاش تعمل جولز واضحين توصل لهم، كيفاش تعمل لونج تيرم بلان اللي يوصلك للجولز هيك، ونوريك زاد كيفاش تقعد كوميتد للجولز اللي عملتهم، تقعد تخدم عليهم كل يوم، مش تخدم عليهم جمعه ومن بعد نجيك بعد شهر تقول انا عملت الجولز هيك ما عادش باش يجيك. كانت حاب هذا كل برا شوف ثاني لينك في الديسكربشن.
ونأكد لك هذا باش يكون من احسن الديسيجنز اللي باش تعملهم في حياتك، خاطر انا ما نلعبش في خدمتي. عمرك ما باش تدخل الفيديو عامله هاني وتقول لا والله ما استفدت شيء، دخلت هيك وضيعت وقت. هذا عمره ما باش يصير. وما تدخل الفيديو نتاعي تستفاد حاجه، خاطرني ما نلعبش في خدمتي. دونك كنت حاب تبدل حياتك، شوف اللينك في الديسكربشن، خذ الكوتشنج. باي.